شايف الصورة دي؟ هحكي لك معناها في آخر الفيديو، بس خليك فاكر. عارف يعني ايه يكون حواليك ناس بتحبك وانت مش شايفهم وانت مش حاسس بيهم وانت مش مقدر دوت؟ يوم من الايام انا كنت كده زيك، قريب من اهلي جدا لكن بعيد عنهم، حاسس ان انا مش موجود معاهم، بقضي وقت معاهم وخلاص، باكل وبشرب وبروح وباجي وبصيع. في اخر اليوم بقابلهم. وانا صغير كنت بشوف ان كل حاجة واجب، الاكل واجب، خوفهم عليا تحكم، كلامهم ونصايحهم ليا تكرار. كل يوم بسمع الكلام دوت، مفيش حاجه جوايا بتتحرك، بل بالعكس كنت بقول جوايا ما خلاص بقى، يعني كفايه، سمعت الكلام دوت 100 مره، خلاص بقى سيبوني اعمل اللي انا عايزه. بس عمري ما سالت نفسي هما ليه بيعملوا كده، هما ليه بينصحوني كده، هما ليه بيحذروني بالشكل ده، هما عايزين مني ايه؟ لما اختفيت وعشت في عزلة بعيد عنهم، بدأت لأول مرة أفتكر صوت أمي وهي بتنادي عليا، صوت أبويا وهو بيقول لي خلي بالك على نفسك. كل المعاني دي ما كنتش فاهمها ولا مقدر معناها. بدأت أحس بالفراغ، مش بس فراغ المكان، فراغ الحضن والحنية، فراغ الدعوة اللي كانت بتتقال على الأكل أول ما نقعد ناكل. فاهم يعني إيه تبقى جعان؟ مش جعان للأكل، جعان لكلمة، لحضن. افتكر مرة كنت حاسس إن أنا تعبان جدا، مش قادر انام، اتقلب يمين شمال، مفيش نوم جاي. وقتها كل اللي كان جوايا بيقول لي يا عمار لو ماما موجوده كنت اترميت في حضنها، هي الحاجه الوحيده اللي بتهديني من جوايا كده. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. كل ما بقرأ سورة الكهف بقف كتير عند الآيات دي. فهمت إن ربنا ممكن يبعد الأب والأم عن مصيبة حتى لو جاية من أقرب الناس ليهم اللي هم ولادهم. ربنا بيحب الوالدين جدا لأبعد ما تتخيل. ساعتها بدأت أفكر لو ربنا بنفسه حمى قلوبهم يبقى قد إيه مكانهم كبير. الأب والأم مش بس بيحبونا، دول باب لينا لطريق الجنة. أيوة، الجنة اللي احنا بندعي إن احنا نوصل لها هي بتكون عن طريقهم. وبمرور الوقت بدأت أفهم حاجات عمري ما كنت بفكر فيها. يعني إيه أم تعيش طول حياتها بتخاف عليك، بتجري وراك، تطمن عليك، بتخاف عليك لدرجة إنها ممكن تموت نفسها علشانك؟ يعني إيه أب بيخبي التعب عشان يشيل همك؟ يعني إيه إخواتك يفتكروا ذكرياتك وهم بيضحكوا ويعيطوا في نفس الوقت؟ أنا ما كنتش فاهم الكلام دوت ولا حاسس بيه غير لما بعدت عنهم. لو لسه أهلك حواليك شوفهم ولو مرة بقلبك. عايزك تشوف حضن أمك قبل ما يبرد، وصوت أبوك قبل ما يضعف، وضحكة إخواتك وهزارهم ولعبهم معاك وحبهم ليك قبل ما يبقى ذكرى. الغياب علمني إن الناس اللي بتحبك مش لازم تقولك ده، مش لازم تفضل تقولك أنا بحبك. وجودهم جنبك وخوفهم عليك هو ده الهدف الحقيقي، هو ده الرسالة الحقيقية. جوايا كلام كتير ومشاعر كتير لكن مش عايز أطول وقت الفيديو، بس حاول تبص لأهلك بناحية مختلفة. حبهم بجد، حبهم قبل ما تفقدهم، قبل ما يروحوا منك. وقتها الندم مش هيغير حاجة، مش هيرجعهم. الندم ده أسوأ شيء في الكون. ولو عندك حد بتحبه ولسه ما قلتلهوش بعتله دلوقتي حتى لو رسالة. ولو فقدت حد كنت بتحبه اكتب لي ايه أكتر حاجة كنت بتحبها فيه، اكتب لي موقف. خلينا نعيش الحنية قبل ما تغيب عننا. وقبل ما اختم عايز اقول كلمة لأهلي، امي وابويا اخواتي احمد وعبد الرحمن، ان انا بحبهم جدا، بحبهم اكتر من اي حاجة في حياتي، علشان الناس دي عاشت معايا فترة انا من غيرهم ما كنتش عارف اكون فين، ما كنتش عارف انا هعمل ايه. ولحد الان مع انهم مش موجودين ومش عارف ان انا اكون معاهم، لكن الحمد لله ان انا عرفت ان انا اوصل لهم ده، اوصل لهم حبي ليهم كل صدق. مواقف كتير ومشاعر كتير عمرها ما هتنتهي. الصورة اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو دي كانت اخر صورة احنا اتجمعنا فيها واخدنا الذكرى دي 6 سنين تقريبا. شكرا لكم على المشاهدة. اتمنى ان انتوا تساعدوني بمشاركة الفيديو دوت لاكبر عدد ممكن. مش عايز حد يعيش مشاعر الفقد ده طول ما اهله موجودين جنبه. ربنا يحفظ اهالينا ويطول في عمرهم ويرحم امهات وابهات كل اللي فقدهم. شكرا لكم ونشوفكم في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.